بواحد الدوار قريب للغابة. كانت واحد العائلة ساكنة بوحدها شوية بعيد على الناس. كان عندهم بنت صغيرة، كانت هاد البنت ديما كتلعب بوحدها حدا الدار، ولكن مع الوقت ولات كتقول لأمها ماما كاين واحد المرأة كتلعب معايا في الليل. الأم ما عطاتش أهمية، ربما غير كتخيل. ولكن واحد النهار الأم سمعت بنتها كتهدر بوحدها في الليل وكتضحك. مشات تشوفها ولقاتها كتشوف في القنت ديال البيت. الأم خافت وسولتها مع من كتهضري. جاوبتها البنت مع ماما الأخرى اللي كتجي غير في الليل. من ديك الليلة البنت تبدلات، ولات كتفيق في النص ديال الليل وتمشي حدا الباب بحال شي واحد كيعيط ليها. وباها قرر يحضيها وتخبى في الليل بلا ما تحس بيه. في نصاص الليل ناضت البنت ومشات لجهة الباب وفكات وهي بشوية. والأب كيشوف من بعيد. واحد شوية وهي تبان ليه واحد المرأة واقفة برا، ولكن ما كانتش مرأة عادية، كانت طويلة بزاف ويديها طوال كيوصلوا حتى لركابها، ووجهها ما بينش مزيان. الأب جرى وشد بنته قبل ما تخرج وغوت على ديك المرأة. المرأة دورات وجهها للجهة الأخرى صافي وما بقاتش كتبان. من داك النهار العائلة حلات من ديك البلاصة والبنت ولات بخير، ولكن حتى لدابا ما كتبغيش تهضر على هاد الشي هذا.